بتشتري لابتوب أو بي سي جديد وفجأة بتلاقي مواصفات كتير وأرقام مش فاهمها وخايف يضحكوا عليك بجهاز ضعيف. النهاردة أخليك تقرأ مواصفات أي جهاز زي المحترفين في أقل من 15 ثانية، وتعرف فورا إذا كان وحش أداء ولا مجرد جهاز للمكتب. علشان تقيم أي جهاز ركز في الخمس نقط دول بس. أولا المعالج، ابعد عن القديم ودايما دور على جيل حديث زي رايزن 5000 أو الجيل ال 12 في انتل وطالع. ثانيا كارت الشاشة، مش بس الاسم، دايما الأجيال الجديدة زي سلسلة ال RTX 40 بتقدم قفزة أداء ضخمة. ثالثا الرام، 16 جيجا ده هو الحد الأدنى في 2026، لو أقل الجهاز هيخنقك في المهام التقيلة. رابعا التخزين، ممنوع تشتري أي جهاز من غير SSD NVMe. ال HDD بقى تاريخ ومش هينفعك في سرعة الويندوز. خامسا الشاشة، للجيمنج ما تنزلش عن 144 هرتز، وبانل IPS عشان تاخد أنقى ألوان وأسرع استجابة. لو الجهاز اللي بتفكر فيه متوازن في الخمس نقط دول، توكل على الله واشتريه وانت مطمن. الجهاز اللي بيخل بالتوازن ده اعرف انه مش هيعيش معاك. لو عندك جهاز ومحتار في مواصفاته، اكتبها في الكومنت وانا هقولك تقييمي ليه. لايك لو المعلومة فادتك، واشترك عشان نخلص سلسلة التجميعات دي سوا.